السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. ضمن سلسلة حلويات العيد اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة حصرية على قناتي، وصفة جديدة، وصفة قنبلة في البنة. وصفة جديدة يعني اول مرة على اليوتيوب. هذه الوصفة من اجتهادي الخاص وما شفت حتى قناة دارتها. راح نخدموا اليوم ان شاء الله تارتولات تاع سنيكرز بطريقة جديدة، بطريقة مبتكرة وضربة في البنة. صدقوني رايحين تتمتعوا بالبنة نتاع هذه الوصفة اذا جربتوها، وما راحيش تستغناو عليها. وصفة جد جد رائعة تستحق التجربة، وصفة حصرية على قناتي. يعني ما راحينش تلقاو هاد الدور في قنوات واحد اخرين. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم لانه يعني تستحق التجربة. وان شاء الله يعني اذا عاودوها قنوات واحد اخرين ما ينسبوهاش ليهم، لانه انايا الاولى اللي خدمتها. نبداو على بركة الله. اول حاجة نخدمو لاباط صابلين تاعنا نتاع الفون دو طارت. نجيبو وعاء نحطو فيه هنايا 125 غرام من المارغرين، تكون بدرجة حرارة المطبخ. نضيفو عليها رشة ملح، ملعقة صغيرة من الفانيلا. نضيفو أيضا حبة بيض بدرجة حرارة المطبخ. نضيفو 2 مغارف كبار من السكر الناعم. نضيفو أيضا ملعقة كبيرة من المايزينا. ونضيفو أيضا 2 مغارف كبار من الزيت. نخلطوا هاد المكونات نتاعنا بالخلاط الكهربائي حتى يتخلطوا معايا جيدا ويتبدل اللون نتاعهم ويصبح على شكل أبيض. هنايا راح نوقفوا الخلاط الكهربائي بعد ما توصلنا لهذا القوام. نحبسوه، ما راحينش نكملوا به. نزيدو نجيبوا لاسباتول تاعنا، نتاكدوا باللي المكونات كامل اندمجوا معايا. هكذا نهبطوا الحواف. بعدها راح نبداو نضيفوا هنايا في الفارينه. بالنسبه للفارينه راح نضيفوا وعينا ميزاننا، يعني انا ما كيلتش بالكاس، كنت نضيف ونشوف على حسب يعني القوام نتاع العجينه اللي راح نتوصلوا ليه. بالنسبه لقوام العجينه هذه من الافضل يعني تكون طريه مي ماشي بزاف، يعني ما تكونش طريه بزاف. راح نبقاو نغربلو في الفارينه تاعنا ونضيفو بالتدريج. ومن الافضل هنايا نستعملو يدينا هكذا باش نتاكدوا من القوام نتاع العجينه نتاعنا. هاوليك هنايا القوام نتاعنا بعد ما طميناها، يعني وهنايا نطموها فقط ما نعجنوهاش. نغطوها بكيس بلاستيكي ونحطوها بجيه. بالنسبه للقوالب اللي راح نستعملهم، انا استعملت هذوما القوالب. نتوما تقدروا تستعملوا اي قوالب حبيتوهم. هاد القوالب يجوا شويه صغار على هادوك التقليديين اللي موالفين نخدموا بهم زمان، يعني ما يكونوش كيما هما في العلو، يجوا شويه صغيورين. راح نخدموهم بالشكل هذايا. نحطوا كميه من العجينه في المول تاعي، نحو الزوائد، نسويوهم بالشكل هذا كيما راكم تشوفوا. هاي ليك راح نعاود وحده معاكم بالشكل هذا. نضغطوا عليها خصوصا في الحواف، ما نخلوهاش خشينه في الوسط وما نخلوهاش ايضا خشينه في الحواف. يعني نحو العجينه الزائده ومن بعد راح نضغطوا على العجينه بالشكل هذا باش يتسواو لي الحواف تاعي ويجوا مسقمين. انا هنايا هاد ليمول عندي منهم 20، راح نخدمهم كامل على ضربه. هكذا بعد ما كملتهم حطيتهم في البلاطو تاعي ونحطهم بجيه. دوكا راح نروحوا نوجدوا الحشو تاعنا اللي راح نحشيو به هاد لي طارطولات، وهو اللي راح يمد البنه لهاد لي طارطولات تاعنا. نجيبوا كسرونه نحطوا فيها هنايا 40 غرام من المارغرين ولا بالملعقه. راح نكيلو حوالي ملعقه كبيره ونصف من الزبده. راح نضيفوا عليها هنايا 100 غرام من الشوكولا السوداء. راح نحطوا ايضا هنايا ملعقه كبيره من الزيت. بعدها راح نرفدوا هاد الكسرونه وندوها على النار ولا على حمام مائي. النار تكون قليله ونخلوها تذوب في غردها، وساعه ساعه نحركوها. في هذاك الوقت راح نروحوا نوجدوا الخليط تاعنا الثاني. اللي راح نجيبوا وعاء نحطوا فيه حبه بيض كامله بدرجه حراره المطبخ، نضيفوا عليها رشه ملح. نضيفوا عليها هنايا ملعقه صغيره من الفانيلا. راح نضيفوا عليها هنايا حوالي 60 غرام من السكر ولا 2 مغارف كبار ونص من السكر. يعني اذا ما عندكمش الميزان تقدروا تكيلوا 2 مغارف كبار ونص يكونوا معمرين مليح من السكر. نخلطوا هذا الخليط تاعنا بالخلاط الكهربائي حتى يتخلط مليح مليح ويبيض معايا ويتضاعف الحجم نتاعو. كي شغل هنايا رانا نخدموا خليط نتاع الكيك. في هذاك الوقت تكون دابت لي هذيك الشوكولا تاعي مع الزبده ونسجم الخليط تاعي. راح نجيبوها وراح نضيفوا عليها هنايا حوالي 15 غرام من الكاكاو ولا بالملعقه حوالي 2 مغارف كبار من الكاكاو. ضروري ايضا نغربلوهم. بعدها راح نحاولوا كيف ندخلوهم في هذاك الخليط تاع الشوكولا حتى يندمجوا معايا جيدا. نخلطوهم هكذا. نزيدو نجيبو من الافضل لاسباتول باش نتاكدوا باللي هذاك الكاكاو تاعي تخلط لي كامل مع الشوكولا والزبده. بعدها راح نجيبوا هذاك خليط تاعنا تاع الخليط الثاني تاع الكيك، وراح نفرغوا عليه هذا الخليط تاع الشوكولا.
هكذايا فرغوه كامل. ويعني ضروري هنايا يكون بارد شويه، ما يكونش سخون يعني يغلي. راح نجيبوا الخلاط الكهربائي ونخلطوا هاد الخليطين مع بعضهم حتى يندمجوا مع بعض جيدا ويرجعوا بالشكل هذا. دوكا راح نجيبوا صفايه وراح نضيفوا النواشف تاعنا اللي هما الفارينه، حوالي 40 غرام فارينه، ولا بالملعقه حوالي 2 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح. راح نضيفوا عليهم ايضا نصف ملعقه كبيره من المايزينا، وراح نخلطوا هاد النواشف مع الخليط تاعي حتى يندمجوا جيدا هكذا ويرجعوا يعني منسجمين مليح مليح. نزيدوا كل مره نجيبوا لاسباتول هكذا باش نهبطوا الحواف ونتاكدوا باللي الفارينه كامل دخلت في هذا الخليط تاعي. بعدها نجيبوا بوش، راح نخدموا بلا بوش يعني من الافضل، عمليه احسن. نفرغوا الخليط تاعي في لابوش وراح نجيبوا هذوك لي فون دو طارت تاعنا راح نعمروهم. هنا لي فون دو طارت تاعنا كنت تقبتهم بالفرشيطه شويه. راح نعمروا هاد لي فون دو طارت نتاعنا بهذا الحشو تاعي هكذا. يعني هنايا هاد الكميه راح تخرج لكم سوا 20 حبه، وانتم هنايا عمروهم جيدا. يعني الكميه هاد اللي عندكم حطوها كامل في هاد لي فون دو طارت تاعكم. يعني اذا كان المره الاولى ما عمرتوهمش مليح عاودوا رجعوا ليهم وعمروهم جيدا. هنايا بالنسبه ايضا للعجينه كانت بقات لي كميه من العجينه، خرجت لي 18 حبه. عاودت يعني خدمت نفس الخليط للمره الثانيه. انا نفضل انه لما تكون عندكم كونتيتي كبيره وما عندكمش ليمون تخدموا المره الاولى الحشو كميه على حسب ليمون اللي عندكم هكذا، باش هذاك الحشو ما ينشفلكمش وما يفسدش. هم ليك هنايا لي فون دو طارت تاعنا بعد ما دخلناهم للفرن طابوا معايا. شوفوا لي هنايا الحشو تاعي كيفاه تنفخ جا ما شاء الله، يعني ديجا هكا راهم يشهوا. هنايا بعد ما كنت طيبت الكميه تاني اللي بقات لي، عاودت خدمت كميه من الخليط تاع الحشو وحطيت في لي فون دو طارت وطيبته، يعني جاو ما شاء الله. هنايا بالنسبه للتزيين نحتاجو كميه من الكراميل، نحتاجو ايضا كميه من الكاوكاو اللي كان محمص، والحبه يعني مقسومه على زوج. راح نحطو كميه من الكراميل بالشكل هذا فوق هذوما فوق الحشو تاعي هكذا، وراح نحطو كميه من الكاوكاو. انا في الاول كنت حطيت بالطريقه هذه وبعدها يعني حطيت بيدي احسن، ستفتهم انايا بيدي. هنا حطو كميه لاباس بها من الكراميل هكذا باش تجيلكم بنينه. هنايا ستفت هذوما الحبيبات تاع الكاوكاو تاعي بشكل عشوائي. هنايا تقدروا ديروا جوز، يعني لكم الاختيار، ديروا واش ما حبيتوا تاني كل جوز يجي هايل مع هاد لي طارطولات. هكذا نستفوهم ونحطوهم بجيه. هنايا كنت كل ما نخدم 4 حبات ولا 5 نقلاصيهم بالشوكولا. هنا ذوبت كميه من الشوكولا بالحليب على حمام مائي، ضفت لها حوالي ملعقه كبيره من الزيت، ونجيب هذوما لي طارطولات نتاعي نقلاصيهم بالشكل هذا. نقلاصي غير الجهه الفوقانيه فقط، يعني نحطهم بالشكل هذا ونرفدهم هكذا ونحطهم بجيه هكذا. زيد عاودت وحده معاكم. يعني صدقوني هاد لي طارطولات تاع السنيكرز ولا تاع البراونيز ولا راحين يجوكم ما شاء الله. هاد الحشو يجي بزاف بزاف بنين، هاد الميلونج تاع الحشو الحشو تاعي هذا يجي يعني النكهه تاعو ما شاء الله. ونديري راكم تاكلوا في البراونيز مع الصابلي مع السنيكرز ما شاء الله، يعني حشو بزاف بزاف بنين. ونكملوا نقلاصيو كامل الحبات تاعنا بالشكل هذا حتى نكملوهم كامل. هنايا كتزيين زيد حطيت الشيكولا اللي كانت بقات لي في بوش ودرت هكذايا خطوط. زيد حطيت هنايا ورقه الذهب. هنايا كنت كل ما ندير هذوما الخطوط ندير لزوج ولا 3 نلصق ورقه الذهب، يعني ما تخلوهمش حتى ينشفوا ومن بعد ما تحبش تلصق لكم يعني. وزينوا كيما حبيتوا في الاخير، يعني التزيين يبقى اختياري. هادو هما لي طارطولات تاعنا تاع سنيكرز ولا طارطولات البراونيز كيما سميتهم، يجو ما شاء الله بزاف بزاف بنان. يعني نتمنى تجربوا هاد الوصفه لانه تستحق التجربه. وبرك ما تبخلوش عليا كي تكملوا لا فيديو هبطوا ديروا لي جيم وخليوا لي تعليق مشجع. اللي مازالت ما اشتركتش تشترك في قناتي فضلا وليس امرا هكذا باش نكملوا في سلسله الوصفات وتدعمني وما تبخلش عليا وتشارك القناه مع الاهل والاصدقاء. هملك هنايا لي طارطولات تاعنا بعد ما حطيتهم في صحن التقديم حطيتهم في لي كيسات جاو يشهيو يشهيو جاو ما شاء الله. يعني هاد الكميه تخرج لكم 38 حبه تاع العجينه. والحشو كيما قلت لكم اخدموا الكميه الاولى تاع الحشو، ومن بعد كي طيبوهم وتكملوا زيدوا عاودوا طلعوا كميه تانية نتاع الحشو هكذا باش ما يفسد لكمش الحشو هذاك. لانه لو كان طلعوا كميه
دوبلي وتخلّوه وما تحطوهش في لي طارطولات نتاعكم باش طيبوه، راح ينشف معاكم. هاي ليك هنايا بعد ما قسمت معاكم حبة، شوفوا لي الحشو هذاك تاع البراونيز، شوفوا لي هذاك الكراميل، هذاك الكاوكاو، يعني جات ما شاء الله بزاف 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 بنينة، قد ما نشكر فيها هاد لاروسيت وقليل عليها. جربوها وردوا لي بالخبر وخليوا لي آراءكم في لي كومونتير. هذه هي وصفتنا نهار اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة ومع السلامة.